طريق الموت هو اسم يرمز إلى الطريق السريع رقم 80 الذي يربط الحدود الكويتية العراقية. تحول هذا الطريق من طريق يؤدي إلى البصرة إلى طريق يؤدي إلى الموت والهلاك. أعلن وزير الخارجية العراقي أن صدام حسين قبل اقتراح وقف إطلاق النار من جانب الاتحاد السوفيتي، وأنه وجه الأوامر للقوات العراقية بالانسحاب من الكويت، إلا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش رفض أن يصدق صحة ذلك، وقال ضمنيا أنه لا توجد أبدا أدلة تدعم الانسحاب الفعلي للجيش العراقي من الكويت، بل نحن من نملك الأدلة، وأن وحدات الجيش العراقي تواصل القتال حتى الآن، ومنه سنكمل حربنا ضد صدام. في اليوم التالي أعلن صدام حسين الانسحاب الكامل قد بدأ في الفعل، وأن القوات العراقية قد بدأت من الانسحاب من مدينة الكويت إلى خارج الطريق السريع، إلا أن بوش رد أن كلام صدام حسين كلاما مشينا ومخادع، فكان هناك إصرار أمريكي على مواصلة القتال وتدمير الجيش العراقي. وبالفعل صدرت الأوامر للقوات الأمريكية بالخليج بأن لا تترك أحدا على قيد الحياة يخرج من الكويت، وأن أي شيء يغادر من الكويت يتم قصفه. وبالفعل بدأت القوات العراقية بالانسحاب، وفي منتصف الليل قامت المقاتلات الأمريكية بالتحليق فوق القوات العراقية المنسحبة، ثم قامت بقصف المعدات والآليات العسكرية في مقدمة الجيش ومؤخرته لمنع الانسحاب أو التقدم وشل حركة الجنود، ثم بدأت مهاجمة جميع العربات المحتجزة هناك. استخدم القصف الأمريكي جميع أنواع القنابل والصواريخ المحرمة دوليا، حيث قيل أنه كان من شدة القصف كانت العربات ملتصقة بالأرض، وأنه لا ترى إن كان أحد من الجنود فيها أو لا، فكان كل شيء منصهرا، حتى الدبابات الضخمة تحولت إلى خردة، وتم قتل جميع الأطفال والنساء التي رجعت مع القوات العراقية من الكويت خشية من القيام بعمليات انتقامية ضدهم. لم يستطع أي أحد الهرب من القصف، حيث كانت المقاتلات تتبع كل شيء، حتى الجنود العزل الذين أعلنوا استسلامهم تم قتلهم وإبادتهم من قبل القوات الأمريكية، حيث قيل أن الدم كان يخرج من أعينهم وآذانهم. خالف بوش القانون رقم 3 من معاهدة جنيف لعام 1949 الذي يجرم قتل الجنود وهم خارج الحرب والقتال، إلا أنه من يحاسب من، فالقانون لا يقع إلا على الضعفاء. وقال بوش لتشتيت الانتباه حول القضية أن الجيش العراقي لم يكن ينسحب طوعا، إلا أن القوات الأمريكية هم من أجبروه على الانسحاب. عملية غادرة ومباغتة استخدم فيها الجيش الأمريكي مقاتلات البي 52 وطائرات الاف 15 والاف 16 والاف 18 وميراج والأباتشي. أما عن خسائر الجيش العراقي فقد خسر الجيش العراقي أكثر من 2000 مركبة وأكثر من 11,000 قتيل. بررت القيادة الأمريكية في الخليج قصف طريق الموت أنه كان يحمل معدات عسكرية ثقيلة وكبيرة، وأن الذين كانوا عليه ليسوا إلا مجموعة من اللصوص والمرتزقة والمغتصبين، لذلك أعطت الولايات المتحدة الأوامر بقتله. لكن بالنهاية من المسؤول عن إهدار الدم العربي في هذه الحروب؟